من كام يوم شفت فيديو منيل، وكان يوم اسود يوم ما شفته، ان ممكن تغسلي اللحاف او البطانيه في الغساله. هو ممكن، بس لو الحجم مش كبير. انا قلت بس دي النجده جات لي. قلت اعمل كده. كل اللي انت بتعمليه ان طبعا هو اللحاف ده حرفيا عمره ما كان هيخش في الغساله الا بالطريقه اللي هو قالها، ان انت بتحطيه متطبق. حطيته فعلا وعملت كده، ان الغساله تلف ما لفتش. طبعا بقى حطيت بقى ايه الحاجات اللي انا استخدمتها، البرسيل واللي هو العجينه البيضه دي. وكمان حطيت اسمه ايه، كلور الوان، كلوروكس الوان. وكمان حطيت من الكلور العادي، ده اللي هو كلوروكس العادي، بس انا حطاه هنا ايه علشان ايه، الابواب بتاعته بتقلب وبتاع. فطبعا بقى قلت مش مشكله بقى انا هسيبه. وهي اصلا كده كده الخلطه دي هتنزل الصفار اللي فيه والكلام ده، لان انا عندي اللحاف الوش بتاعه اللي هو الداخلي ابيض. فهو طبعا بقى لونه كده، واحنا عارفين اللون الابيض استحاله يرجع زي مزهزه زي الاول. ففضلت بقى ان انا بقى ادعك فيه باللي انتوا شفتوها دي، واجيبه شمال واجيبه يمين. وبصوا، هو بصراحه ندف، بس هلكني. غير ان انا اصلا كنت ناويه ان انا اعمله، ان انا افرده كده في الصاله وهو متطبق، وادعكه اكني بدعك سجاده. كنت هعمل كده وكان هيبقى فله. بس بقى للاسف بقى، هنا بقى كنت تاني يوم فضيت الميه الصفراء اللي نزل منها، طبعا اللي فيها الرغاوي والحاجات دي. بدأت كده بقى ان انا اشطفه. وكمان الشطفة دي مش بس كده، آم، مليت كمان البتاع الغسالة مية، وسبته يتنقع شوية، وبعد كده فرغتها ومليتها تاني اللي هو مرار مرار. عملت الغسالة معاملة مثلا بانيو، بس بانيو غتت شوية، مش غتت شوية كمان، لا غتت كتير قوي 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 قوي. هي بصراحة كانت تجربة فاشلة فشل ذريع معايا. طبعا انا الغسالة دي بغسل فيها الدفايات المليانة شوية عادي، بغسل فيها مرة برضو غسلت فيها مش عارفة ايه اتغسلت. هنا بقى كان في بقى كارثة، الكارثة اللي هو طبعا داخل متطبق، فاهمين متطبق. الحتة بقى اللي متطبقة بقى دي اللي هي اللي جوه بقى كده، ده اللي نضف. الجزء اللي نازل ده كله ده هو ده اللي نضف. الجزء بقى اللي كان متطبق من جوه كان مصفر، كان زي ما هو. فعملته بقى كده، مليت ميه تاني وحطيت بقى حبشتكنات تاني، وسبته بقى لفيته بقى، قلت بقى ديت بقى لازم تتلف. وبرده جبت الفرشه قعدت ادعك، هي بصراحه ندف. هو من ناحيه ندف بصراحه وبقى حلو. بس المشكله انه تعبني قوي 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 قوي. هنا بقى بوريكم الميه بعد لما اتشطف كذا مره. بصوا الميه صافيه وما فيهاش ولا صابون ولا صفار. الميه بتاعته كانت نظيفه جدا جدا. هنا بقى كنت نشرته. وطبعا الجو كان منيل بست النيله هنا النهارده في اسكندريه، قلب كده بتراب وغيامه. يعني انا يوم ما حبيت ان انا اغسله الدنيا غيمت لي. فانا ما سبتهوش على كده، انا طبعا كان المفروض ان انا اغطيه بمشمع، بس المشمع الحمد لله رميته. فحد قال لي ان انا احط عليه ملايه، ففعلا حطيت عليه ملايه وشبكتها كده، اللي هو من حين بحيث ان لو العفاره بتاعت الجو نزلت تنزل على الملايه، هي الملايه هتتغسل. انما ده انا هطلع عيني فيه انا من امبارح وانا بغسل فيه، من امبارح. فالحمد لله هو بصراحة حلو بيدفي وجميل. وانا بغسله يعني، انا للامانة بشيله مش مغسول، وبغسله بقى لما بعوزه. هوريكم بقى الجو دلوقتي كان عامل ازاي. بصوا كان غيامة كده، وكان فيه هوا وتراب، هوا تراب جامد. بس كده، دي كانت وكسة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.